المعارضه ان احنا عملاء للامريكان، برضه احنا اللي عملاء للامريكان. لما يجي رومني في الكونجرس الامريكي وينقد اوباما على مساعده امريكا للاخوان المسلمين وامدادهم ب$50 مليون لمساعدتهم في النجاح في الانتخابات، يبقى انا اقول ان شاء الله احنا اللي عملاء ولا حضرتك اللي عبيد. يبقى كان الشعارات اللي انت تقول تلاميذ صلاح تقول لي تعالى اخر حاجه قلت امبارح، عشان مرسي طبعا زي ما احنا عارفين هو مجرد مندوب وسكرتير، والدليل على ذلك عشان نقول للخرفان يا خروف انت وهو السفيره الامريكيه قاعده ليه مع الشرطه؟ فوق انت عايز ترسم دينك تمشي مع ناس عامله للامريكان والصهيونيه، فوق دور على هذه القياده المنحرفه، هذه القياده لا تعرف دينك، هذه القياده تعرف دنيا. تيجي على الكراسي والمناصب، تيجي الحاجه الاخيره سينا، ودينا شايفين برضه سينا يحصل لها كل الجهاديين وقتل جنود وخطف جنود. يا اخوانا ما تقولوا لنا فين الحقيقه؟ فين الناس؟ مفيش. لكن لما تيجي حاجه تمثل الاخوان بسرعه تطلع الحقيقه. ليه كده بس؟ اخر حاجه زي ما انتم عارفين موضوع ما بين المزدوجين، احنا مش عاوزين نقول كلمه اقليم، لان كلمه اقليم بتدل ان الحته دي هتتاكد. طبعا عارفين المشروع انهم عايزين يجيبوا قطر، والقصه دي انتم ادرى مني فيها. فكل دي الشواهد بتؤكد ان الجماعه دول عملاء للامريكان. احنا طبعا احنا كمصريين او كدوله لا نجد اي جدارة ان احنا نعمل علاقات مع الامريكان، بس علاقة ايه؟ علاقة الند بالند، مش علاقة السيد بالعبد. لكن للاسف الشديد اللي احنا شايفينه ايه؟ السيد بالعبد، انت ماشي وراه كتفا بكتف وذراعا بذراع، وعمال تقول له يا اوباما تحت امرك يا سيدي، تحت امرك يا سيدي، انا تحت امرك، كل ملك ايديك. واحنا كشعب احنا لازم ندفع الثمن عشان انت تمكن لنفسك هنا، عشان تمكن للكرسي تروح تعمل كده وتضحك على القواعد بتاعتك. تقول لهم ايه؟ احنا بس بنعمل شويه تصميمات، لما يجي عصام العريان يا سلام يا ريت اليهود حبايبنا يرجعوا مصر. ايه يا عم؟ اليهود يرجعوا مصر؟ ده اليهود يا عم اللي اتطردوا من 60 سنه طلعت اجيال ليهم 13 اياديهم بدماء الفلسطينيين، عايز ترجعهم مصر تاني؟ احنا بنعمل، احنا بنستسكى على الاداره الامريكيه. ولد من الاخوان بقول له بعد موضوع سوريا ان شاء الله ايه موضوع اسرائيل ايه رايك فيه؟ قال لي لا ان شاء الله اسرائيل دورها جاي. قلت له انت ان شاء الله ما ردش، لان للاسف بينضحك على القواعد وعلى الشباب بتاع الجماعه. فدي كلها شواهد خلتنا احنا كمصريين. تعال انت بقى، احنا كمصريين احنا بنتكلم كلام من داخل قلب الجماعه ومن داخل الواقع السياسي. كلنا عايشين الواقع ولا احنا عايشين في كوكب تاني؟ انت جيت يا عم وعدتنا بشويه وعود، قلت لي مشروع اسمه النهضه تمام وطلع موجود زي ما احنا عارفين، قلت لي هجيب لك 200 مليار دولار، قلت لي هحافظ على حكومه توافقيه، قلت لي هحافظ على اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور، وهعمل حكومه توافقيه. حصل؟ ما حصلش للاسف الشديد. وتيجي بعد كده تقوم الناس دي مش بتحضر ازاي؟ طب ما انت اللي خليت العقود والمواثيق، وهذا ليس من الاسلام من شيء. في نقطه احب الفت الانتباه ليها عشان الناس دي بتحاول تضحك على الخطباء في الشعارات الدينيه. اي حد يقول لك الخروج على الحاكم حرام، قول له بص ايه رايك في احمد بن حنبل؟ هتتكلم؟ لا طبعا مش هيتكلم. ايه رايك ان احمد بن حنبل كان بينه وبين احد السلف الصالح زمان خالص ايام الخلافه العباسيه، هذا السلفي العظيم انا لا اذكر اسمه حقيقه، كان عمل تنظيم للاضاحه بالخلافه العباسيه على اساس ان